الشخص اللي قدامكم ده واحد اسمه تانجيرو، وده واحد طيب وغلبان وبيرعى العائلة بتاعته، وقعد هو وعيلته بعيدا في سفوح الجبال، وبابا ميت ومفيش غيره هو اللي مسؤول عن امه واخواته، وبينزل المدينة كل فترة يجيب لهم طلبات البيت وبيقضي الحاجة بتاعتهم وما الى ذلك. والجدير بالذكر ان تانجيرو عنده حاسة شم قوية جدا. المهم في يوم من الايام تانجيرو كان رايح المدينة زي كل مرة وبيبيع فحم للناس. خلص مشواره عادي وهو مروح، راجل طيب قال له يا ابني الجو برد والدنيا بالليل والوقت خطر، بات عندي الليلة دي وبكرة الصبح روح. وبالفعل بات عنده، وتاني يوم الصبح روح البيت، وساعتها اتلاقى مفاجأة ما كانش متوقعها نهائي. اتلاقى اخت نسكو واقعة ومتغرقة دم، ولما راح عندها اتلاقى كل عيلته ميتة واشلاءهم في كل حتة، يعني امه واخواته كلهم تم قتلهم بطريقة بشعة جدا. وساعتها تانجيرو كان بيشعر بحزن كبير جدا، وكمان حمل نفسه المسؤولية وانه ما كانش موجود وان ده حصل بسبب كده. بس بعد كده تانجيرو اكتشف ان اخت نازكو هي الوحيدة اللي لسه فيها الروح وجسمها فيه نفس، وده اللي خلاه يشيلها على كتفه متجه للمدينة في عز التلج على امل ان يلاقي اي دكتور يعالجها. وكان عمال يقول لنفسه وهو بيبكي هو ايه اللي حصل هنا، هو انا كنت فين كل ده، وما كانش قادر يتنفس من شدة البرد. بس فجأة كلنا بنتفاجأ ان نسكو اخته بتصحى وبيبقى شكلها غريب وتصرفها غريب جدا، وبتوقع اخوها من فوق الجبل، وبعد كده اخته بتنزل وراه وكان شكلها غريب جدا وبتبدأ تهاجمه. وده اللي خلاه يقول لنفسه انا اختي كمان اتحولت لشيطانة، معنى كده اللي هي اللي عملت فيهم كده. بس رجع يقول لا، دي كانت واقعة على الارض وبتحاول تحمي اخويا الصغير. اي نعم ريحة الدم كانت بتنبعث منها، بس كان في ريحة شخص تاني موجود في المكان. وفي نفس الوقت نسكو جسمها كان بيكبر اكبر وبقى حجمها اكبر من تانجيرو، وبالنسبة لتانجيرو ما كانش قادر يقاوم اكتر من كده، وعمال يقول انا كنت نايم بامان في المدينة وما كانش اي حاجة شغلاني، فجأة اتفاجئ ان عيلتي كلها تموت بالوحشية دي. اكيد هم عانوا بشدة، انا اسف اللي انا ما قدرتش اساعدكم، بس برضو لازم اعمل اي حاجة بخصوص اختي، لازم ارجعها بشرية تاني باي طريقة، مستحيل استسلم للظروف بالسهولة دي. وفعلا قعد يحاول معاها ويقول لها تقاوم، وفي اللحظة ديت بنلاقي تانجيرو بيعيط، وده لان اخت نسكو بتعيط هي كمان. بس بينما هي بتبكي اذ بشخص يحمل سيفه بينقض عليها بسرعة البرق. بس كلنا بنتفاجأ ان تانجيرو كان عنده ردة فعل قوية وقدر يحمي اخته. بس لما تانجيرو قام واقف على رجليه وبص على السيف بتاع الشخص دهوت اتلاقى مكتوب عليه قاتل الشياطين، وده اللي خلى تانجيرو يقول له اختي مش شيطانة ما تقتلهاش. ولكن الشخص دهوت هجم عليه واخدها منه في لمح البصر، وقام قايل له انا وظيفتي قتل الشياطين وهي كانت بتحاول تاكلك من شوية، ازاي بقى انت عاوز تقنعني انها مش شيطانة؟ تانجيرو رد عليه وقال له بس هي ما قتلتنيش ومش هتقتلني، نسكو حتى لو هي بقت شيطانة مش هتأذي حد، وانا كمان هبذل قصارى جهدي في ان انا ارجعها بشرية تاني، انا هعمل كل اللي اقدر عليه بس ارجوك سيبها تعيش. الشخص دهوت قال له انسى، لو اي انسان اتحول لشيطان فمستحيل يرجع تاني. بس تانجيرو برضه مش استسلم وكان بيحاول مع الشخص دهوت ان يقنعه بكل اللي يقدر عليه، وعمال يتوسل ليه ويترجاه ان مش يقتل الشخص الوحيد اللي باقي في عيلته. بس ساعتها الشخص دهوت اتعصب وقام قايل له هو انت كده شايف نفسك راجل؟ اياك تستخدم اسلوب التذلل والخضوع دهوت لان مفيش منه اي فايدة، الاسلوب دهوت هو اللي كان السبب في موت عيلتك اصلا، المفروض انت الوقت تقاتل عشان اختك بدل ما تقعد تترجعني على الارض وراسك محنية. قوم اقف على رجليك وارفع راسك وخليك راجل بجد. هو انت كنت فين من الاساس لما كل ده حصل اساسا؟ اي نعم ممكن يكون في طريقة عند الشياطين انهم يرجعوا بيها اختك بشرية، بس انت هتدخل وسطهم وتقاتل ازاي؟ انت بحالتك الضعيفة دهيت هتقاتلهم اصلا ازاي؟ وساعتها تانجيرو ما قدرش يستحمل كمية الضغط النفسي وقعد يعيط اكتر واكتر. بس كان لابد من هذا الحديث للتغيير في شخصيته، وساعتها كلنا بنتفاجأ ان المقاتل دهوت فعلا بدأ يقتل نسكو اخت تانجيرو. بس تانجيرو بدأ يهجم عليه وقام رامي عليه صخرة وبدأ ينقض عليه بالفاس بتاعه، بس الشخص دهوت ضربه وقع على الارض. بس بعد كده الشخص دهوت بيتفاجأ ان الفاس مش موجود اللي كان في ايدين تانجيرو، ولما جاي يدور عليه اتلاقى الفاس فوقيه بالظبط، وده اللي خلاه يحاول يتفاداه، وفعلا الفأس جه في الشجرة. وتبين لنا ساعتها ان
تانجيرو عمل حركة ذكية جدا، رمى عليه الصخرة وبعد كده استخبى ورا الشجرة وقام رمي الفاس هو كمان، وبعد كده هجم على المقاتل دهوت وعمل نفسه انه ماسك الفاس، بس الفاس اصلا مش في ايده، وهي دي الخدعة. وفي اللحظة دهيت نيسكو بتضرب الراجل دهوت وبتطيره، وده اللي خلى الشخص يظن ان نيسكو هتاكل تانجيرو، بس تفاجأ بالعكس تماما، وده لان نيسكو بتدافع عن تانجيرو، وده اللي خلاه يتأكد ان دي مش شيطان عادية وخلاه يغم عليها. وساعتها تانجيرو هو كمان اغمى عليه من كتر التعب. المهم تانجيرو لما فاق الراجل دهوت بدأ يتكلم معاه وقام قال له انا عاوزك تروح منطقة معينة وتقابل الشخص اللي اسمه اوروكاداكي، وقام قال له بلغه انك جاي من طرفي، وقام قال له برضه اياك تخلي اختك تتعرض لضوء الشمس، وقام سايبه وماشي. وساعتها تانجيرو بيدفن كل افراد عائلته وقام حاطط اخته في سبت عشان الشمس، وانطلق في رحلته لانقاذ اخته وراح باتجاه المكان اللي فيه المعلم اوروكاداكي. وبالفعل تانجيرو قدر يروح لأوروكاداكي، واتضح ان هذا العجوز يقوم بتدريب من يريد الانضمام لفيلق قتلة الشياطين، وقام قال لتانجيرو سيب اختك هنا وتعالى معايا عشان نطلع الجبل. وفعلا اخده معاه فوق الجبل وقام قال له مهمتك انك ترجع البيت تاني قبل الفجر، وقام سايبه وماشي. وده اللي خلى تانجيرو يفكر ان اوروكاداكي بيختبر قدرته لحفظ الطرق ولا حاجة، ولسه ماشي في امان الله اتلاقى افخاخ في كل حتة، افخاخ في كل مكان من حيث لا تحتسب وبدون اي مقدمات. ومش كده وبس، ده الضغط الجوي منخفض جدا، وده اللي خلى تانجيرو يحس بالاختناق والدوخة الشديدة. بس ساعتها تانجيرو بيهدي نفسه بيقول لنفسه انا هقدر، وبدأ يعتمد على حاسة شمه القوية جدا، وبالفعل انطلق وبدأ يتجاوز كل تلك العقبات واحدة تلو الاخرى. بس في نفس الوقت برضه جسمه مش مساعده ان يفاديهم كلهم، ولكن وبصعوبة شديدة قدر في الاخر ان يرجع قبل الفجر. وساعتها تلاقى اخته نامت في سبات عميق، واتضح انها بتنام بدل الاكل، وروكاداكي عمل عليها تعويذة يخليها ما تاكلش بشر. المهم العجوز روكاداكي قال لتانجيرو تعال اما احكي لك حكاية ما نعاصره يا بني. اولا كده الشياطين غذائهم الرئيسي هو البشر، بيقتلوا البشر وبياكلوهم، ومحدش يعرف اصلهم ايه ولا امتى ولا ازاي طلعوا. عندهم قوة جسدية كبيرة جدا ويقدروا يشفوا الجروح بتاعتهم في لمح البصر، وكمان لو اي حد منهم فقد جزء من جسمه بينمو تاني من جديد وبيرجع لطبيعته. وبعض الشياطين عندهم قدرات خارقة وفي منه يقدر يغير الشكل بتاعه، وبيموتوا عن طريق اشعة الشمس وعن طريق سيف مصنوع من فولاذ خاص، وهو ده السيف اللي قتلة الشياطين بيستخدموه. ودول بقى بشر عاديين جادوا بحياتهم من اجل قتل الشياطين والقضاء عليهم تماما. وفيلق قتلة الشياطين هي منظمة غير معترف بها من قبل الحكومة، وبتضم مئات الاعضاء وموجودة منذ زمن بعيد وموجودة حتى يومنا هذا. هدفهم الاسمى والاهم هو تخليص البشرية من هؤلاء الشياطين الملاعين. وانا يا تانجيرو مدرب، وظيفتي اللي انا جهز التلاميذ ليصبحوا قتلة شياطين متمرسين. وطبعا موجود مدربين كتير في اماكن كتير، وكل واحد فيهم بيدرب على طريقته واسلوبه الخاص. وعشان تبقى قاتل شياطين هيكون في اختبار نهائي يجمع كافة المتدربين من كافة الاماكن في جبل بعيد، واللي هينجو من هذا الاختبار سيصبح قاتل للشياطين. وانا بدربك يا ابني عشان تكون احد هؤلاء الناجين، وكمان انا اللي هقرر اذا كنت هتروح الاختبار دهوت اصلا ولا لا. وبالفعل تانجيرو بدأ يتدرب كل يوم بعزيمة قوية جدا، اتعلم حركات جديدة واكتسب مهارات اكتر واكتر، وحاسة شمه هي كمان اتحسنت عن الاول. والمدرب كمان علمه وضع الوضعيات وتقنية تنفس تدعى التركيز التام. وعدت 6 شهور ولسه نسقوا في سباتها العميق، وتانجيرو انهى التدريب بتاعه بالفعل وما عادش في حاجة تانية يتعلمها. والعجوز قال له كده ما عادش فاضل لك غير تحدي اخير فقط لا غير. شايف الصخرة اللي قدامك دهيت عاوزك تشقها لي نصين. وده اللي خلى تانجيرو يتصدم ويقول انا اول مرة اعرف ان الصخرة حاجة بتتقسم. بس كروكاداكي قال هو ده الشرط الوحيد عشان تخش اختبار قاتلة الشياطين. وساعتها تانجيرو فضل يحاول كل يوم ان يقسم الصخرة نصين ويستعمل كل الاساليب اللي اتدرب عليها، بس كل ده كان بلا فائدة. حتى بعد مرور 6 اشهر تانيين برضه لسه مفيش فايدة، ما هوش عارف يقسم الصخرة. وفي هذه اللحظات اليائسة بيطلع له شخصين واللي هما سابيتو وماكيتو. سابيتو
بيبص عليه وبيقول له انت ضعيف بطيء صبياني، دي مش صفات راجل بحق وحقيقي. هجم عليه ومعاه سيف خشبي، بس السيف مش هو الفرق في القدرات والمهارات. سابيتو قوي جدا، وفضل كل يوم على هذا الوضع، وماكامو كانت بتعلمه تقنيات اكتر واكتر. بس برضه كل مرة سابيتو بيقدر يتغلب على تانجيرو، لغاية لما جه اليوم وبعد 6 شهور تانيين بيتواجه سابيتو وتانجيرو للمرة الأخيرة، وساعتها تانجيرو بيقدر يتغلب على سابيتو، وكلنا بنتفاجأ إن تانجيرو قدر يقسم الصخرة ديت نصين. بس في نفس الوقت سابيتو وماكامو اختفوا ومش عارفين هما راحوا فين. بس المهم إن تانجيرو بعد كل هذا العناء قدر يشق الصخرة نصين، وساعتها مدرب أوراكا دايكي بيجي وقام قال له ألف مبروك يا تانجيرو، أنا دلوقتي بعترف بيك، ودلوقتي ممكن أسمح لك إنك تروح الاختبار النهائي بتاع قتلة الشياطين. وفعلا تانجيرو بينطلق لمقر الاختبارات، واتضح ان المكان اللي هيكون فيه الاختبار هو عبارة عن سجن للشياطين الذين تم اصطيادهم من قبل الصيادين، محبوسين هنا ومش قادرين يطلعوا عشان الاشجار البنفسجية اللي انتوا شايفينها دهيت محاوطة المكان كله، والشياطين مش بتقدر تقرب منها. المهم الاختبار كالآتي: كل المتدربين هيدخلوا السجن وسط الشياطين والبقاء للأقوى. بس كده يا صديقي، قدامك 7 أيام، لو قدرت تعديهم بنجاح هتنجح في الاختبار وتصبح تبع فعل قتلة الشياطين. المهم تانجيرو بيدخل مكان الاختبار فعلا، ولسه بيقول يا هادي بيطلع له شيطانين مرة واحدة، بس هو استخدم تقنية التركيز التام وقدر يهزمهم على طول. بس بعد ما خلص عليهم مباشرة اتلاقى واحد بيهرب من شيطان ضخم وكبير جدا ومسكه وكان خلاص هياكله، وده اللي خلى تانجيرو كان هيموت من الرعب. اول مرة يشوف كان اصلا بالحجم دهوت كله، بس بيتشجع بيقول خلاص انا بقيت غير. وفعلا هجم على الشيطان وقطع دراعه وانقذ الواد منه. اول لما انقذه الشيطان بصله كده وقام قال له هو انت منهم؟ انت اكيد من تلاميذ اوراكا داكي، اهلا بالصحبة الجميلة. وساعتها تانجيرو استغرب، هو عارف منين؟ اتاري اللي حبسه في السجن دهوت هو اصلا اوراكا داكي، والكلام ده من 47 سنة فاتوا. وطوال فترة مكوسه في هذا السجن قد قام بقتل اكتر من 50 شخص، ومن ضمنهم كمان كان 13 متدرب من تلاميذ اوراكا داكي، وكان بيعرفوا عن طريقه القناع بتاعهم واللي كلهم منحوتين بنفس الطريقة. وحتى سابيتو وماكامو طلع مقتولين على ايده. بس تانجيرو كان مستغرب ازاي بيتكلموا معاه وكانوا بيتدربوا معاه كمان، وده اللي خلاه يتأكد ان اكيد دي روحهم هي اللي ظهرت له واتكلمت معاه. وساعتها الشيطان بدأ يستفزه بالكلام وقام قايل له انا موتهم بطريقة بشعة جدا، لدرجة ان سابيتو كان قوي جدا بس ما قدرش يقطع رقبتي، لما جه يقطعها سيفه اتكسر ومات في لمح البصر. وده اللي خلى تانجيرو يغضب على الاخر وبدأ يفقد التركيز بتاعه، بيهجم عليه ولكن الشيطان بيطيره، ولكن بعدها بيستعيد تركيزه تاني وبيرجع للقتال تاني، وفعلا بينقض عليه ووصل عند رقبته. وساعتها الشيطان قال لنفسه خليه يجي زي ثابته كده، وفي الاخر اول لما يوصلني مش هعرف يقطع رقبتي، اول لما السيف بتاعه ينكسر انا هقضي عليه. بس كلنا بنتفاجأ ان تانجيرو بيقدر يقطع راسه. وبعد كده تانجيرو دخل في قتالات صعبة جدا ضد شياطين اقوياء جدا، والايام بتفوت لغاية لما ال7 ايام بتمر وتانجيرو قدر ينجو اخيرا. واتضح ان مفيش غير 4 بس هما اللي قدروا يفوزوا، ومن ضمنهم تانجيرو، وكل واحد فيهم اخد غراب وده يستخدم كوسيلة اساسية للتواصل، وهو اللي هيقول لهم على المهمات بتاعتهم، وكمان عرض عليهم انهم يختاروا نوع الفولاذ اللي هيصنع منه السيف الجديد بتاعهم. وساعتها تانجيرو بيعتمد على حاسة الشم وبيختار واحد، وبعد كده بيرجع لمكان اوراكا داكي وبيلاقي نسكو اخيرا صحيت، بيجري عليها وبيقع بس هي بتيجي وبتحضنه، بيتأثر جامد وبيبكي، وده لان مفيش يوم كان بيعدي الا وهو قلقان عليها وزعلان جامد جدا عليها. وفي نفس الوقت العجوز هو كمان جه حضنهم وبيبكي، وده لانه كان مفكر ان تانجيرو مش هيرجع حي من الاختبار دهوت. وبعد كده بيفوت 15 يوم وساعتها بيجي لتانجيرو السيف الجديد بتاعه، والسيف ده بيتلون طبقا للشخص اللي هو حامله. مسكه فعلا والسيف بيتحول للون الاسود واللي طلع نادر جدا. وفي هذا الوقت بتجيله مهمته الاولى، وهو ان يروح قرية بتختفي فيها البنات بدون ما حد يعرف ازاي. المهم المدرب كمان عمل له صندوق عشان يحط اخته فيه، وده طبعا عشان يحميها
ويحميها من أشعة الشمس. وانطلق تانجيرو إلى وجهته، بيروح هناك وبيلاقي الناس بتكلمه فعلا وخايفين. ليلة بعد ليلة في بنات بتختفي بدون أي أثر. بدأ يبحث في المدينة ويعتمد على حاسة الشم بتاعته، ولكن كان بلا فائدة. وبالليل كده هو بيدور بيشم ريحة فجأة، وده اللي خلاه يروح ويجري عليها. وفي هذه الأثناء كان في بنت نايمة في أوضتها عادي، وساعتها بيلاقي الشيطان بيستخدم قوته الخارقة وبيطلع من تحت الأرض وبيخطفها. وساعتها تانجيرو بيوصل للمكان اللي الريحة فيه، بس هو مش شايف أي حاجة، ولكن بحاسة الشم بتاعته عرف المكان وقام ضرب بالسيف في الأرض. شاف البنت وقدر ينقذها منه فعلا. ويتبين لنا ان ده الشيطان متحول بيستخدم قدرات خارقة واللي اسمها فن الدم الشيطاني. وكمان بنكتشف ان في شيطان واحد بس هو اللي عنده قدرة تحويل البشر لشياطين، وبنعرف ان الشيطان دهوت هو اول شيطان جه للخليقة، وذلك منذ 1000 سنة. والشيطان دهوت اسمه موزان كيبوتسوجي، وهو ده اللي قتل عيلته وحول نسكه لشيطانة. وكمان هو الوحيد اللي يقدر يخلي اخته ترجع بشرية زي الاول. المهم الشيطان اللي بيخطف البنات نسخ نفسه ل3 نسخ وبدأ يهاجم تانجيرو. تانجيرو بيواجه صعوبة في مواجهته بسبب الصندوق اللي هو شايله، وكمان كان بيحمي البنت المخطوفة. المهم بعد سلسلة من القتالات ما كانش فيه اي تقدم. الشيطان قوي جدا وصعب التغلب عليه، بس اذ فجأة كلنا بنتفاجأ ان نسكو بتتدخل وبتنضم هي كمان للقتال. بقت قوية جدا، وده اللي خلى تانجيرو يعتمد عليها، وقام نازل تحت الارض يحارب النسختين التانيين من الشيطان. وفعلا بيستخدم قدرات التركيز التام وقام بالاجهاز عليهما. في اللحظات ديت نسكو هي كمان كانت بتحارب النسخة الثالثة والاخيرة من الشيطان، بس الشيطان بيقدر يعورها وكان لسه هيقتلها. وكلنا بنتفاجأ ان تانجيرو بيطلع من تحت الارض وبيقطع ايدين الاتنين. وتانجيرو قام راح للشيطان وقام قايل له إيه اللي تعرفه عن موزان كيبوتسوجي. بس اول لما الشيطان سمع الاسم دوت اترعب وما قدرش ينطق حتى بحرف، وقام مجدد الدراعات بتاعته وبدأ يهاجم تانجيرو مرة أخرى. بس تانجيرو بيقطع راسه وبيقضي عليه نهائيا. وبكده تانجيرو يا أصدقائي يكون أنهى مهمته الأولى. وهو رايح بقى مروح، الغراب بيجيله بيقول له انت رايح فين؟ عندك مهمة تانية يا حبيبي. تانجيرو قال له يا عم حرام عليك، كان لسه مخلص المهمة بتاعتي الأولى. وفعلا بدأ في مهمته التانية على طول، واللي كان فيها شائعات عن تخفي شيطان بين الناس. وتانجيرو راح يدور في المدينة عشان يلاقيه ويقتله، بس هو بيدور عليه قرر انه يريح شوية وياكل شوية ويكمل المشوار بتاعه. بس بعد كده بيتصدم صدمة رهيبة، شم نفس الريحة اللي كانت في بيت عيلته. وده اللي خلى تانجيرو يترعب وساب اخته وطلع يجري باتجاه مصدر الريحة ديت عشان يشوف مصدرها ايه. ولقاها فعلا وحط ايده على كتفه ولسه بيطلع السيف عشان يقتله، اتلاقى بنت بتكلم الشخص دوت وبتقول لي يا بابا. وبنعرف ان هو ده الشيطان المتخفي وعامل نفسه بشري في المدينة. ومش كده وبس، ده هو ده موزان كيبوتسوجي، وهو ده السبب في الجحيم اللي تانجيرو عايش فيه. بس كان متجوز واحدة بشرية وكمان عنده بنت. بس اول لما موزان كيبوتسوجي لاحظ تانجيرو قام جرح واحد بشري، والبشري دوت بيتحول لشيطان. تانجيرو اتأكد فعلا هو ده موزان كيبوتسوجي، هو ده الشخص اللي قتل عيلته كلها. وده اللي خلى تانجيرو يغضب على الاخر. بس كلنا بنتفاجأ ان البشري اللي موزان كيبوتسوجي حوله لشيطان بيهاجم مراته وبيعضها كمان. وده اللي خلى تانجيرو يضطر يمسكه عشان مش يتحرك. لكن بالنسبة لموزان كيبوتسوجي استغل الدربكة دهيت وقام مشى بسرعة من المكان دهوت. وتانجيرو كان عمال يبصله وهو بيمشي بس مش قادر يعمل حاجة. يعني مش هينفع يسيب الشيطان يقتل الناس وفي نفس الوقت هو عاوز يقتل موزان. وساعتها تانجيرو بدأ يصرخ لموزان وقام قايل له انا اللي هقتلك يا موزان، مهما كنت فين انا هنتقم منك. بس بعد كده الشرطة بتيجي وكانت بتحاول تبعد تانجيرو بس هو مش راضي. وفي اللحظات دهيت بالظبط تانجيرو بيشم ريحة غريبة، وإذ فجأة بالله ظهور وهمية بتحيط تانجيرو وبتبعد عن الشرطة. وفي ذلك الوقت يتضح لنا ان هذا فعل احد الشياطين، واللي منهم شيطان دكتورة والتاني المساعد بتاعها. وبنعرف ان الهدف بتوع الشيطانين ده همت انهم يقضوا على موزان كيبوتسوجي. ولما تانجيرو عرف كده ارتاح لهم جدا. وساعتها الشيطان الدكتورة ده عرضت عليه ان يجي المكان بتاعها هو واخته. وفعلا هو ده اللي تانجيرو قرر يعمله. وساعتها تانجيرو
تانجيرو واخته بدأوا يتعرفوا على الشيطانة الدكتورة دهيت، واللي بنعرف ان اسمها تاميو، واللي معاها دهوت اسمه يوشيرو. والشيطانة دهيت بكل احترافية قدرت تعدل على الجسم بتاعها وشالت اللعنة بتاعت موزان كيبتسجي. واللعنة دهيت بتتفاعل لما حد من الشياطين بينطق اسم موزان وبتقتله على طول. وده بيفسر لنا يا اصدقائي خوف الشيطان اللي كان تانجيرو بيقاتله قبل كده لما سمع اسم موزان كيبتسجي. وفي هذه اللحظات كان موزان كيبتسجي بيستحضر 2 من الشياطين التابعين له، ووصف لهم شكل تانجيرو بالظبط وامرهم بالقضاء عليه، وفعلا بدأوا في التحركات بتاعتهم. اما بقى بالنسبة لتاميو فكانت لسه بتتكلم مع تانجيرو، وساعتها تانجيرو قال لها هل ممكن ان الشياطين تتحول لبشر؟ تاميو قالت له ممكن نكتشف طريقة، بس عشان نكتشفها لازم ندرس اكبر عدد ممكن من دم الشياطين، وخصوصا من هم قريبون من موزان كيبتسجي او ما يطلق عليهم بالاقمار الاثنى عشر. وعشان كده يا تانجيرو انا عاوزك تجيب لي عينات من دم الشياطين اللي انت بتقتلهم، وانا هدرسهم عشان اكتشف طريقة ارجع بيها الشياطين لبشر. بس هما بيتكلموا بيحصل عليهم هجوم قوي جدا بيدمر القصر بتاعهم حرفيا. وبنعرف اللي عامل كده الشيطانين اللي موزان بعتهم عشان يقتلوا تانجيرو. واحد الشيطانين هي البنت اللي عندها قدرة انها ترمي الكور، والتاني بيرمي اسهم غريبة جدا، والاسهم دهيت هي اللي ساعدته انه يعرف المكان بتاعه. وكمان الاسهم دهيت بتقدر تساعده انه يغير اتجاهات الكور بتاعت الشيطانة اللي معاه على حسب مزاجه. والقتال بيبدأ يا اصدقائي، وبنلاقي الشيطان دهيت بتحدف عليهم الكور وبتدمر المكان كله، وبسبب الهجوم بتاعها المستمر بتقدر تغفل يوشيرو وبتفرقع راسه. بس طبعا ده شيطان فمش يحصل له حاجة. بعد كده بتبدأ تهاجم تانجيرو وبتحدف عليه كورة، بس تانجيرو بيستخدم خاصية التركيز التام وبيقدر يوقف الكورة. بس بالرغم من كده الكور بتتحرك، وده اللي خلى تانجيرو يستغرب من اللي بيحصل. وفي هذه اللحظات يوشيرو كان بيشفي نفسه بعد ما راسه فرقعت. بس بعد كده بنتفاجئ ان الشيطان دهيت اللي بترمي الكور بتقول انها من الاقمار الاثنى عشر، وده اللي خلى تانجيرو يتصدم وعرف انها قريبة جدا من موزان كيبتسجي. بس بعد كده الشيطان دهيت بتطلع 4 دراعات تانيين وبتزود عدد الكور وبتهجم على تانجيرو التاني. تانجيرو محاصر من كافة الجهات وما هوش قادر يفادي كل الكور دهيت، وكان في حيرة من امره. وساعتها يوشيرو قام قال له هو انت مش شايف الاسهم ولا ايه؟ بس تانجيرو كان مستغرب وقام قال له اسهم ايه يا عم؟ وساعتها يوشيرو عمل له تعويذة خلاه يقدر يشوف الاسهم، وفعلا تانجيرو بيقدر يشوفها، وعرف ساعتها ان الاسهم دهيت هي سبب تحرك الكور بالسرعة والشكل دهوت. وساعتها تانجيرو قال لنيسكو حاولي تدوري على الشيطان اللي بيتحكم في الاسهم دهيت. وبعد كده بدأ يشتبك مع الشيطانة بتاعت الكور مرة اخرى، وفضل يراوغ ويتفادى الكور كلها. وفي نفس الوقت دهوت نيسكو بتقدر توصل للشيطان بتاع الكور وبتضربه، وفي اللحظة دهيت الكور بتفقد القوة بتاعتها، وده اللي خلى تانجيرو يستغل الفرصة دهيت وبيقطع دراعات الشيطانة. بس طلعت قوية جدا وقدرت تشفي نفسها في ثواني معدودة. وساعتها الشيطان التاني برضه رمى نيسكو على تانجيرو، ولما يوشيرو اتلاقى تانجيرو مش عارف يقاتل انه شيطان فيهم قام قايل له ركز انت مع الشيطان بتاع الاسهم واحنا هنقاتل البنت بتاعت الكور دهيت. وفعلا تانجيرو بيهجم عليه، بس طلع بيتحكم في اي حاجة الاسهم بتاعته بتيجي عليها، واللي من ضمنهم طبعا تانجيرو. وساعتها تانجيرو كان مرعوب من اللي بيحصل له، بيتألم وبيتوجع بصورة جنونية. بس بعد كده بتجيله فكرة ان يقدر يتفادى الهجمات دهيت كلها عن طريق تقنية التركيز التام، وفعلا تانجيرو بيعمل كده وجابت معاه نتيجة. وفي هذه اللحظات نيسكو والباقي كان بيواجهوا هذه الشيطانة صاحبة الكور الملعونة. بس نيسكو لما حاولت تتصدى للكور دهيت رجلها طارت واتقطعت، وده اللي خلى تيميرو تديها دواء مخصص للشياطين عشان تشفي رجليها. نيجي بقى لتانجيرو واللي لسه كان بيقاتل شيطان الاسهم
دهوت، والشيطان بيهجم عليه تاني وبيلف سهم على ذراع تانجيرو عشان يكسرها له. بس تانجيرو بيعمل حركة ذكية جدا، بيلف في اتجاه السهم وبيقدر يفلت منه، وده اللي خلى الشيطان يتعصب وبدأ يهجم على تانجيرو بأسلوب أشرس وأشد من الأول. بس تانجيرو بيقدر يتفادى هجماته كلها وبيدمج كمان هجمات التركيز التام وبيقدر يقضي عليه. بس الشيطان مش سكت له برضه، وقام قال له انا هقضي عليك حتى لو هاخدك معايا للحياة الآخرة. وبدأ يستخدم آخر ما تبقى لديه من طاقة وبيفعل أقوى الأسهم على تانجيرو، وده اللي خلى تانجيرو يتصدم وما هوش قادر يقاوم كل هذه القوة. وبدأ يستخدم كل هجمات التركيز التام عشان يقدر يتغلب على هذه الهجمات، بس كان بلا فائدة. وفي نفس الوقت طاقته خلصت بسبب استخدام تقنيات التنفس كتير، وما بقاش خلاص قادر يحرك دراعه. بس بعد مرور بعض الوقت الشيطان بيموت وتانجيرو بيقع لأن الأسهم ما عادتش شغالة بعد كده. بس طبعا كان تعبان جدا ومكانش قادر يحرك جسمه، بس بيتذكر أخته وبيقول يا ترى هي حصل لها إيه، وده اللي خلاه يقاوم التعب بتاعه وبيزحف بكل ما أوتي من قوة عشان يشوف أخته. وفي نفس الوقت دهوت نيسكو كانت فاقت وعالجت نفسها بعد ما رجلها اتقطعت وبقت قوية جدا. ده وخلاها تقدر تستخدم كل قوتها وقدرت حتى تواجه وتواكب قوة الشيطانة، وبيلعبوا مع بعض كورة بس على مستوى عالي يا جماعة. وبالنسبة للشيطانة تاميو فاستغلت الفرصة دهيت وعملت تعويذة باستخدام فن دم الشياطين بتاعها، وبتطلع ريحة بتأثر على قدرة الشياطين على التركيز وبتخليهم ما يكذبوش. وسألتها عن موزان كيبوتسجي، وساعتها البت وقعت بلسانها فعلا ونطقت اسمه، وساعتها لعنة موزان بتتفعل، وده اللي خلى الشيطانة تتجنن وبتتوسل لموزان كيبوتسجي ان مش يقتلها، بس بعد كده بتلقي حتفها بطريقة بشعة جدا. وفي نفس الوقت دهوت تانجيرو كان وصل عندهم وشاف المنظر البشع دهوت. الشيطانة ماتت فعلا بسبب لعنة موزان، وده اللي خلى تانجيرو يتأكد ان موزان كيبوتسجي أقذر شخصية على مر التاريخ، وده لأنه بيسخر الشياطين وبيستعبدهم بأقذر الطرق الممكنة. المهم بعد كده تاميو بتاخد عينة من الدم بتاعهم، وده اللي خلاها تعرف بعد كده إنهم مش من الأقمار الاثنى عشر ولا حاجة، دول شياطين عاديين جدا. وعرفت كده لأن الأقمار الاثنى عشر بيكون كلهم محفور عددهم على عينيهم، يعني بيبقى مكتوب على العين بتاعه هو أنه عدد وأنه قمر فيهم، سواء الأول ولا التاني ولا ال12. المهم كل حاجة رجعت طبيعية تاني. وساعتها تانجيرو أخد نيسكو وودع الشياطين واللي هم تاميو ويوشيرو وانطلق في مهمة جديدة. بس هو في طريقه بيقابل شخص غلبان جدا ومفيش منه أي فايدة خالص، والشخص دوت كان عاوز يتجوز وماسك بنته وعاوزها تتجوزه بالعافية. بس تانجيرو راح وأنقذها منه واداله العلقة التمام. بس الشخص دوت بيقول له ساعدني أرجوك، كان نفسي اتجوز ومش لاقي حد اتجوزه، وده اللي خلى تانجيرو يتذكر الشخص دهوت وافتكر ان كان معاه في اختبار قتلة الشياطين. يعني معنى كده ان هذا الشخص يعتبر من قتلة الشياطين اللي نجحوا في الاختبار زي تانجيرو. المهم بالرغم ان الشخص دهوت قاتل شياطين بس كان غلبان خالص ونفسه يتجوز وهيموت على الجواز، وشكله كده ملوش اي فايدة في القتال خالص. بس الاعجوبة ان نجح في اختبار الشياطين، اكيد وراء الموضوع دهوت سر. المهم بنعرف ان الواد دهوت اسمه زينيتسو، وتانجيرو اخده معاه وانطلقوا لمهمتهم الجديدة كقتلة شياطين. وطبعا الغراب هو اللي قال لهم على المهمة الجديدة بتاعتهم، وساعتها بيوصلوا القصر وبيلاقوا في طفلين واقفين قدام القصر دهوت، وده اللي خلاهم يسألهم هو ايه اللي حصل. الطفلين رد عليهم وقالوا لهم احنا كنا واقفين هنا فجا شيطان واخد اخونا ودخله القصر دهوت. بس تانجيرو كان بيحاول يطمنهم، بس هما بيكلموا زينيتسو قال لتانجيرو هو انت سامع اللي انا سامعه؟ في صوت طبلة في وداني. بس تانجيرو في البداية ما كانش سامع اي حاجة، ولكن بعدها الصوت بيعلى اكثر واكثر وبيسمعه، وبنتفاجأ بعدها بشخص بيترمي من القصر دهوت وكان متغرق دم. تانجيرو طلع يجي عليه بس للاسف كان خلاص بيطلع انفاسه الاخيرة. وساعتها تانجيرو سأل الاطفال وقال لهم هو ده اخوكم؟ الاطفال قالوا له لا، اخونا لابس لبس غير ده خالص. المهم تانجيرو قرر انه يدخل القصر وياخد زينيتسو معاه، وساب الصندوق اللي فيه اخته مع الاطفال وقال لهم خلي بالكم منه. بس طبعا زينيتسو كان مرعوب عمال
يعيط له ويقول له مش عاوز ادخل، بس دخل معاه في الاخر. بس بعد كده الاطفال لما تلاقوا الصندوق بيتحرك خافوا وراحوا مع تانجيرو وزينيتسو، وتانجيرو كان عمال يطمن الاطفال، بس زينيتسو من كتر الرعب بتاعه خبط في تانجيرو والطفل اللي معاه وبعدهم عنه خالص، وده اللي خلى تانجيرو والطفل اللي معاه يتفصل عن زينيتسو والطفل اللي معاه. وبعد كده هما الاتنين بيسمعوا صوت طبول مرة اخرى، بس مع كل صوت طبلة الغرفة بتتبدل، يعني كل ما الطبلة بتدق الغرفة شكلها بيتغير تماما. والجدير بالذكر ان تانجيرو كان مع الطفلة واللي هي البنت، اما زينيتسو كان مع الولد. وساعتها زينيتسو كان عمال يعيط زي البنات بالظبط ويصوت ويقول انا خايف جدا، وده اللي خلى الواد اللي معاه يقول له استرجل شوية، امال انت قاتل شياطين ازاي؟ اما بقى بالنسبة لتانجيرو فبيطلع له واحد من الشياطين، ومش اي شيطان كمان، ده طلع زعيم القصر اللي هم فيه، وطلع شيطان قوي جدا واللي هو شيطان الطبول، يعني هو ده المسؤول على الطبول اللي بتحصل في القصر دهوت. ولما تانجيرو فكر بس ان يهاجمه، الشيطان بيستخدم الطبل اللي في جسمه وبيقلب المكان كله، وبنعرف ان هو ده فن دم الشياطين بتاعه. نرجع بقى لزنيتسو اللي كان بيتجول في المكان وتلاقي شخص ورا الباب، وده اللي خلى زنيتسو يترعب وكان هيعمل على نفسه، بس بنكتشف ان ده مش شيطان ولا حاجه، وطلع قاتل شياطين وبيطلع يجري باتجاه المكان اللي فيه تانجيرو وبيهجم على الشيطان بتاع الطبول اللي بيهاجمه. وتانجيرو لما شاف الشخص ده هو اتصدم وقعد يقول هو مين ده؟ لابس قناع ومعاه السيف بتاع قتلة الشياطين وشكله قوي جدا، والشخص ده بيهجم على الشيطان بهجمات متهورة، بس الشيطان قوي جدا ومش بيأثر فيه. بس بعد كده الغرف بتتبدل تاني، يعني كلهم بينفصلوا عن بعض مرة أخرى. زينيتسو كان لسه مع الطفل اللي كان معاه وبيطلع لهم شيطان. زينيتسو شافه من هنا واخد الطفل وطلع يجري، والشيطان كان بيجري وراهم، وبعد كده وصلوا المكان مسدود، وزينيتسو من كتر الرعب اغمى عليه، وده اللي خلى الشيطان يستغل الفرصة وبيهجم على الطفل الصغير اللي مع زينيتسو. بس إذ فجأة بنتفاجأ ان لسان الشيطان اللي كان بيهاجم بيه بيتقطع، وبعد كده بنلاقي زينيتسو بيقوم يقف على رجليه وشكله بيكون قوي جدا ومرعب في نفس الوقت، كأنه قاتل شياطين محترف. يعني مش هو ده زينيتسو الجبان اللي كان بيعيط، لا دي شخصية تانية خالص، وده اللي خلى الشيطان يترعب واستشعر منه قوة رهيبة وفظيعة. وساعتها بنلاقي زينيتسو بيقول تنفس الرعد الشكل الأول، وفجأة بنلاقي زينيتسو بينطلق بسرعة البرق باتجاه الشيطان دهوت وبيقطع راسه في لمح البصر. يخرب بيت قوتك يا زينيتسو، أنا ما كنتش أتوقع إنك تمتلك القوة دهيت كلها، أسطورة بمعنى الكلمة. بس بعد ما عمل الحركات الأسطورية دهيت زينيتسو بيفوق من اللي هو فيه وبيرجع الشخصية الضعيفة المضحكة تاني، وبيترعب من راس الشيطان اللي اتقطعت جنبه كأنه مش فاكر أي حاجة من اللي عملها. لا وكمان كان مفكر إن الواد اللي معاه هو اللي قتل الشيطان. المهم في هذه الأثناء الشخص المقنع اللي كان مع تانجيرو كان بيطلع يجري بأقصى سرعته عشان يدور على الشيطان بتاع الطبول تاني بعد ما انفصل عنه، بس هو ماشي بيطلع له شيطان تاني خالص. بس الشخص المقاتل دهوت بيفاجئنا جميعا، بيستخدم تقنية تنفس اسمها تنفس الوحش وبيجدع الشيطان اللي قدامه دهوت في لمح البصر. نيجي بقى لتانجيرو واللي كان في مكان تاني خالص هو الطفل اللي معاه. المهم بيفتح الباب اللي قدامه بيلاقي اخو الاطفال اللي كان تايه عنهم، واتضح ان لما اتقبض عليه من قبل الشياطين كانت الشياطين بتتخانق مين اللي ياكله اول، بس هما بيتخانقوا الطبلة بتاعت سيد القصر وقعت، فهو اخدها واستخدمها عشان يهرب منهم وبدل الغرفة وقدر يهرب عن طريق كده. بس بعد كده تانجيرو حس بشيطان جاي لهم وقام قال للطفل دهوت بص يا صديقي خليكم انت هنا، واول لما انا اطلع اواجه الشيطان دهوت بدل الغرفة على طول باستخدام الطبلة. وبالفعل الشيطان جه وتانجيرو طلع والاوضة اتغيرت. وبنعرف من اول ان الشيطان دهوت كان بيحب الكتابة بس محدش كان بيهتم بيه، وبعد كده اصبح شرير وكمان بقى من ضمن الاقمار الاثنى عشر، بس في الاخر قوته وقفت عند حد معين وما قدرش يطور نفسه اكتر من كده، وده اللي خلى موزان كيبوتسجي يشيل منه رتبة الاقمار الاثنى عشر ويرجع شيطان عادي. ومن ساعتها هو في القصر دهوت بيخطف الاطفال ذوات الدم مميز عشان ياكلهم ويقدر يطور من نفسه، وده طبعا املا منه ان يسترجع مكانته وسط الاقمار الاثنى عشر مرة اخرى. المهم بيبدأ القتال ما بينه وما بين تانجيرو، وده اللي خلى الشيطان يستخدم الطبول عشان يغير ويقلب المكان،
وبيستخدم الطبلة اللي في النص بتاع جسمه عشان يطلع هجمة على هيئة مخالب تقطع اي حاجة قدامها. وده اللي خلى تانجيرو يواجه صعوبة في القتال والقتال بيحتدم ما بينهم، وتانجيرو مش لاقي اي طريقة للفوز، وبدأ يتكيف التحركات بتاعة الشيطان بس برضه لغاية دلوقتي مش قادر يقرب منه. وساعتها الشيطان اتعصب جامد وبدأ يهجم بشدة اكتر واكتر، وتانجيرو كان بيتفادى الضربات باحترافية عالية جدا بس مش عارف يهاجم. بس هو بينزل على الارض لاحظ الكتابات بتاعة الشيطان ومرضاش يدوس عليها، وساعتها الشيطان لاحظ كده، وده اللي خلى تانجيرو يعرف تقنية التنفس المناسبة عشان يستخدمها ضد الشيطان وبيستخدم اسلوب التركيز التام وبيقضي على الشيطان في لمح البصر. ممتاز يا تانجيرو، واحدة واحدة مهارتك القتالية بتزيد وبتبقى قاتل شياطين محترف. وبكده تانجيرو قضى على شيطان كان عضو سابقا من الأقمار الاثنى عشر، وساعتها بياخد عينة من الدم بتاعه، وساعتها بتظهر له قطة من العدم وبيديها عينة الدم والقطة بتودي عينة الدم للشيطانة اللي اسمها تاميو عشان تحللها ونعرف ازاي نرجع الشيطان بشر تاني. المهم الشيطان اللي تانجيرو قتله بيبكي قبل ما يموت بسبب حاجة واحدة بس، وهي ان تانجيرو هو الشخص الوحيد اللي قدر الكتابات بتاعته وما دس عليها واحترمها. وبعد كده الشيطان بيتبخر، وبعد كده تانجيرو بينقذ الاطفال اللي كانوا موجودين في القصر وبيطلع بره، بس بيلاقي الشخص المقنع اللي كان معاه بيضرب في زينيتسو، وده لان زينيتسو كان بيحمي الصندوق بتاع تانجيرو، والشخص المقنع كان بيضرب فيه عشان كده لانه عارف ان في شيطانة جوه الصندوق وهو عاوز يقتلها، وما يعرفش ان الشيطان ده تبقى اخت تانجيرو. بس بالرغم ان زينيتسو عارف حاجة زي كده، بس حمى الصندوق بكل ما اوتي من قوة، لانه عارف ان الصندوق ده حاجة مميزة بالنسبة لتانجيرو. المهم بنعرف ان الشخص المقنع اسمه إنوسكي، وساعتها تانجيرو غضب على الاخر وانقض على إنوسكي وضربه بالبوكس وطيره، وفضلوا يقاتلوا مع بعض مدة كبيرة. وبنعرف ان الشخص محترف جدا في القتال، بس ساعتها تانجيرو ضربه ضربة قوية جدا في دماغه لدرجة ان جاله صداع وما قدرش يواصل القتال، والقناع بتاعه بيقع، وبنكتشف ان شكله غير شخصيته تماما. المهم الواد بيغمى عليه من كتر قوة الضربة بتاعة تانجيرو، بس بعد كده بيصحى وهما التلاتة بيبقوا اصدقاء وبياخدوا على بعض وبيقرروا يبقوا فريق واحد. وبعد كده بيجي لهم الغراب بتاع منظمة قتلة الشياطين وبيقول لهم انهم يروحوا ياخدوا راحة في مكان معين، بس هم فترة الاستراحة بتاعتهم نيزوكو بتظهر لهم للمرة الاولى منذ فترة كبيرة، وطبعا زينيتسو ما كانش لسه شافها، ولما شافها جاله حالة ذهول وقام قال لتانجيرو انت ازاي ما تقوليش اللي انت معاك بنت حلوة كده ومش راضي تخلينا اتجوزها؟ تانجيرو قام قايل له دي اختي يا عم الحاج. المهم زينيتسو فضل معجب بيها لحد لما خرجوا وخلصوا فترة الاستراحة بتاعتهم، وبعد كده هما التلاتة بينطلقوا باتجاه مهمتهم الجديدة واللي هتكون في جبل اسمه ناتاجامو، واللي اصلا موجود فيه فرقة من قتلة الشياطين المبتدئين، بس شكلهم كده بيواجهوا مشكلة كبيرة. ولما قربوا من ناحية الجبل زينيتسو بيسمع صوت مخيف جدا وبيخاف ومش راضي يروح معاهم، وده اللي خلى تانجيرو ونسكو يقولوا له خليك انت قاعد هنا زي الفرخة واحنا هنخش احنا لوحدنا. وفعلا هما الاتنين دخلوا لوحدهم الغابة وسابوا زينيتسو بره، بس بعد كده بيظلهم واحد من قتلة الشياطين المبتدئين وبيقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا الله يخرب بيتكم؟ المفروض منظمة قتلة الشياطين كانت تبعت واحد من رتبة الهاشيرة، وللعلم يا اصدقائي ان رتبة الهاشيرة هي اقوى رتبة في منظمة قتلة الشياطين، واللي كان من ضمنهم الجاية واللي شفناه في بداية الحكاية. نرجع لموضوعنا، الوضع كان مزري جدا، وساعتها تانجيرو واصدقائه سألوا الشخص وقالوا له في ايه بس اللي حصل؟ الشخص قال لهم احنا كنا ماشيين في امان الله واتفاجئنا ان زمايلنا بيقتلوا في بعض، وانا قدرت اهرب منهم باعجوبة، بس في حاجة مش طبيعية. وفي ذلك الوقت يا اصدقائي كان الغراب وصل لمقر القيادة بتاع قتلة الشياطين، وقال لرئيس منظمة قتلة الشياطين ان الاطفال اللي في الجبل معظمهم ماتوا، وشكل في شياطين من الاقمار الاثنى عشر موجودين هناك. وده اللي خلى رئيس منظمة قتلة الشياطين بعت الهاشيرة جاية والهاشيرة شينوبو للجبل نيجي بقى لزينيتسو اللي كان لسه قاعد وخايف، وبعد كده تذكر ان نيزوكو موجودة في الغابة مع تانجيرو وقال لازم استرجل واخش عشان احميها، وفعلا دخل الغابة وطلع يجري باقصى سرعته.
اما بقى بالنسبة لتانجيرو وإينوسكي كانوا لسه بيتكلموا مع قاتل الشياطين المبتدئ اللي كان موجود في المكان، بس بعد كده هم بيتكلموا بقيت قاتلة الشياطين المبتدئين الموجودين في المكان بدوا يهاجموهم، وكان شكلهم غير طبيعي خالص يا اصدقائي، كأن في حد بيتحكم فيهم، وإينوسكي كان عاوز يقتلهم، بس تانجيرو اما قال له اياك تعمل كده، اكيد في حد بيتحكم فيهم وهو اللي بيخليهم يعملوا كده. وفعلا واحد فيهم بيقع وبيكتشف تانجيرو ان في خيوط رفيعة طالعة من ظهره، وساعتها تانجيرو بيقطعها والواد ده هو بيقع ومش بيتحرك، وده اللي خلى تانجيرو يتأكد ان فعلا في حد بيتحكم فيهم. بس بعد كده إينوسكي بينط نطة عالية جدا وبيقطع كل الخيوط اللي بتتحكم في قطرة الشياطين المبتدئين. بس بعد كده تانجيرو بيلاحظ ان في عناكب صغيرة بيعرف انها هي دي اللي بتعمل خيوط ديت، وان في شيطان بيتحكم فيها، ولو فضلوا كل شوية يقطعوا الخيوط العناكب هتعملها تاني. فالحل الوحيد انهم يعرفوا مين الشيطان اللي بيتحكم في العناكب ديت وبيخليها تعمل خيوط. وإذ فجأة بنتفاجأ ان إينوسكي بيعمل اسلوب تنفس بيقدر من خلاله يعرف مكان الشيطان اللي بيعمل عناكب دهيت، وبعد ما عرفوا مكانه انطلقوا عشان يواجهوه، بس بيقابلهم تاني مجموعة من قتلة الشياطين المبتدئين اللي طبعا متحكم فيهم من قبل الشيطان دهوت. وفي هذه الأثناء بنشوف الشيطانة اللي بتتحكم فيهم، وبنعرف ان الأرض دهيت لملك عائلة من الشياطين مكونة من 5 أفراد وعندهم قدرات العناكب. وبعد كده ابن الشيطانة اللي بتتحكم في قتلة الشياطين المبتدئين بيطلع لها وبيقول لها هو انت هتتهاوني معاهم ولا ايه؟ بس بنتفاجأ كلنا ان مامته بتخاف منه جامد جدا، وساعتها مامته قالت له حاضر والله هقتلهم اهو. وفعلا يا اصدقائي ما بنكملش لحظات الا ومامته بتعمل هجمات اقوى واقوى على تانجيرو وإينوسكي، وده طبعا باستخدام قاتلين الشياطين المبتدئين اللي بتتحكم فيهم، لدرجة من كتر قوة هجماتها كانت بتكسر عظام اللي هي بتتحكم فيهم. العيال بقى دمية في ايدهم بتتحكم فيهم زي ما هي عاوزة، لدرجة انهم كانوا بيتمنوا الموت بدل العذاب دهوت كله. احشائهم بتتقطع وعظمهم كان بيتكسر ومفيش اي فايدة. وساعتها بتيجي لتانجيرو فكرة عشان مش تتحكم فيهم، وهي ان يعلقهم فوق الشجر، ولكن في لمح البصر الشيطانة بتضحي بيهم كلهم وبتقتلهم كلهم. وساعتها تانجيرو غضب جدا يا اصدقائي، لدرجة من كتر الغضب بتاعه ما نطقش بكلمة، وانطلق باتجاه المكان اللي فيه الشيطانة. بس هما رايحين باتجاه المكان دهوت بيقابلهم دمية كانت شيطان قبل كده بس من غير راس، والشيطانة دهيت هي اللي بتتحكم فيها برضه باستخدام الخيوط. بس تانجيرو وإينوسكي بكل احترافية بيقدروا يقضوا عليها. وبعد كده إينوسكي عمل حركة ذكية جدا، قام شايل تانجيرو ورماه رمية قوية جدا لفوق باتجاه الشيطانة اللي بتتحكم بكل الناس دهيت. وفعلا تانجيرو شافها وانطلق نحوها بكل ما يملك من قوة، والشيطانة ما كانتش عارفة تعمل اي حاجة، خلاص الموت كان داخل عليها. بس بعد كده اعادت النظر وقالت كده احسن لي بدل العذاب اللي انا كنت عايشة فيه، اخيرا هرتاح من اللي انا كنت فيه. وساعتها بتفتح لتانجيرو ايديها وكانت مستعدة للموت، وفعلا تانجيرو بيقطع راسها بكل احترافية. بس الجدير بالذكر ان استخدم اسلوب تنفس مش يخليها تتألم وهي بتموت، لان شاف فيها انها كانت مجبرة انها تعمل الحاجات ديت كلها. بس تانجيرو كان عارف ان لازم يقتل كل الشياطين الموجودة في المكان دهوت عشان يخلي المكان يبقى امن وفيه سلام. نيجي بقى لزينيتسو واللي كان كل همه نزقه وبس يا جماعة. بس وهو ماشي بيحس ان في حاجة قرصته بس ما حطش في دماغه، بس بعد كده بيلاقي عناكب كتير جدا تحت رجليه، وهو بيتفاجأ ان في عناكب بتظهر وفيها رأس بني ادمين. وساعتها زينيتسو كان هيعمل على نفسه وطلع يجري، بس بعد كده بيظهر له الشيطان اللي بيتحكم في العناكب دهيت كلها، واللي طلع برضه من افراد عيلة العناكب. وساعتها زينيتسو لما شافه اترعب وطلع يجري وهرب منه، بس الشيطانة ما قال له مفيش مكان للهروب، انت بالفعل قد هزمت. القرصة اللي انت اتقرصتها دهيت كانت عبارة عن السم بتاعي، كلها مسألة وقت بس وهتتحول وهتبقى شكلهم كده، يعني هتبقى عنكبوت صغير طلع لك راس بشري، يعني بمعنى الأصح هتموت وراسك هتبقى تبعي. وبالفعل زينيتسو بيبص في ايده وتلاقي السم بدأ يعمل مفعول، وده اللي خلى زينيتسو كان هيموت من كتر الرعب. بيطلع فوق شجرة وبيستخبى بس فات الأوان. بس ساعتها زينيتسو تذكر كل التدريبات بتاعته مع المعلم
المعلم بتاعه وقد ايه هو كان بيعاني معاه، وافتكر ان مهما كان بيخاف كان بيفضل معلمه واثق فيه. وبعد كده بيبص على شعره وتلاقيه بيقع، وساعتها زينيتسو اغمى عليه من كتر الخوف، وده اللي خلى الشيطان يستغرب وقعد يقول مش المفروض ده قاتل شياطين وجاي يقتل العائلة بتاعتي؟ ازاي هو ضعيف كده؟ بس كلنا بنتفاجأ ان زينيتسو بيتنفس تنفس الرعد بتاعه. يخرب بيت قوتك يا زينيتسو. ودي الشخصية التانية بتاعت زينيتسو وهو بيقاتل بكل قوته. وساعتها زينيتسو انطلق بكل قوته باتجاه الشيطان عشان يقتله، بس الشيطان كان بيدافع عن نفسه وامر العناكب كلها انها تتلم حواليه عشان تدافع عنه. بس زينيتسو كان محترف جدا يا جماعة، وده لان زينيتسو بيشغل تنفس الرعد الشكل الاول وبيتحرك بقوة لم نشهد لها مثيل. والشيطان كان مرعوب من اللي هو شايفه بعينيه، وكان بيحاول يهرب من زينيتسو، بس زينيتسو بيقدر يقضي عليه. بس بعد كده زينيتسو بيقع على الارض واثار السم كانت واضحة عليه، طاقته كلها خلصت وكان عمال يبكي. بس بعد كده بتوصل الهاشيرا اللي اسمها شينوبو بتساعده. وفي هذه اللحظات تانجيرو وإينوسكي كانوا ماشيين في الطريق بتاعهم وبيتفاجئوا بظهور شيطان تاني قدامهم، واكتشفوا ان هو ده الاب بتاع عيلة العناكب. والشيطان دهوت بينزل عليهم فجأة وبيبدأ يهاجم إينوسكي، بس تانجيرو انقض عليه، وده طبعا باستخدام تنفس الماء. بس لما السيف وصل عند دراعه ما حصلوش اي حاجة، وده لان جسده صلب جدا. بس تانجيرو فكر وعمل حركة ذكية جدا وقدر يوقع الشجر عليه، وكان رايح عشان يقتله. بس بنتفاجأ كلنا ان الشيطان دهوت قام واقف على رجليه وقدر يشيل الشجرة ورمى تانجيرو بعيد. وتانجيرو طار بعيد جدا يا اصدقائي وبعد عن إينوسكي تماما، وقام قال لإينوسكي حاول تقاوم لحد لما اجيلك تاني، اياك تموت يا إينوسكي. وبعد كده تانجيرو بيستخدم تقنية التنفس عشان ينزل بسرعة على الارض بدل ما كان طاير كده ومش عارف ينزل. وفعلا تانجيرو بينزل بسلام، وبعدها على طول بيسمع صوت واحدة بتصوت، وبيروح يشوفها وبيلاقي شيطانة ومعاها شيطان اصغر منها وبيعذبها. واتضح ان هما الاتنين دول من عائلة الشياطين العناكب، وده اللي خلى تانجيرو يتدخل وقام قايل له انت بتعمل ايه؟ مش المفروض انكم تبع بعض؟ بس الشيطان دوت رد عليه بكل برود وقام قايل له مالكش دعوة، دي اختي وانا حر فيها، احنا عيلة مرتبطين برابطة قوية. تانجيرو قال له رابطة ايه اللي انت بتقول عليها؟ انا مش شامم غير ريحة الغدر والخيانة اللي بتطلع منكم، الرابطة بتاعتكم اللي انتوا بتقول عليها دهيت مزيفة. وساعتها الشيطان تملكه الغضب، وساعتها الشيطان دوت قال لتانجيرو اسحب كلامك والا هقتلك. بس تانجيرو بيأكد الكلام بتاعه وقام قايل له ايوه انتوا الرابطة بتاعتكم مزيفة مش حقيقية، وعمري ما هسحب كلامي مع واحد زيك. وده اللي خلى الشيطان يهاجم تانجيرو بأضعف ما عنده. بس برغم ان الهجوم ضعيف تانجيرو اتأثر جدا. بس بعد كده الشيطان دوت بيعمل خيوط من العنكبوت وبيرميها على تانجيرو، والخيوط دهيت قوية وحادة جدا، وده اللي خلى تانجيرو يواجه الأمرين عشان يتفاداها. وفي نفس ذلك الوقت إينوسكي كان بيواجه صعوبة كبيرة جدا في مواجهة هذا الشيطان الضخم، وفعلا بينجح انه يقطع ذراع الشيطان دهوت. بس ساعتها الشيطان بيطور نفسه وشكله بيتغير وبيبقى اقوى واشد فتكا من زيكوب. اتطور وبقى سريع جدا لدرجة لا توصف، وكان عمال يضرب في إينوسكي ومش مديله اي فرصة عشان يدافع عن نفسه. وده اللي خلى إينوسكي يعمل محاولة اخيرة وقام مستخدم اسلوب تنفس الوحش بتاعه وبيهجم على الشيطان دهوت، بس السيف بتاعه بينكسر. وساعتها الشيطان قام ضرب إينوسكي ومسكه من دماغه، وكان عمال يدوس عليها جامد جدا. وساعتها إينوسكي عرف ان خلاص هيموت وان دي لحظاته الاخيرة في الحياة، وكان عمال يشوف شريط حياته قبل ما يموت وبيتذكر ذكرياته، وكان الشيطان هيفعص راسه خلاص. بس في اخر لحظة بنلاقي اللي بيقطع دراع الشيطان دهوت. ايوه يا اصدقائي، جايو الهاشيرا بيجي عشان ينقذ الموقف. وجايو بيستخدم اسلوب تنفس الماء واللي هو نفس اسلوب تانجيرو بالمناسبة، وبيقضي على الشيطان دوت في لمح البصر. وطبعا إينوسكي كان مذهول من القوة دهيت.
نرجع بقى لتانجيرو اللي كان بيحاول يهاجم الشيطان دهوت اللي بيعمل عليه خيوط، بس لما السيف بتاعه لمس الخيوط السيف بتاعه اتكسر والهجوم كان هيجي في تانجيرو. تانجيرو كان هيموت بس تفادى في اخر لحظه الهجوم دهوت، بس طبعا وشه اتعور تعويرات جامده جدا. وساعتها تانجيرو ايقن ان المعركه صعبه جدا وان صعب جدا ان يتغلب على العنكبوت دهوت. بس بعد كده الشيطان بيهاجم بالخيوط مره اخرى تانجيرو، وده اللي خلى تانجيرو يحاول يتفادى الخيوط على قد ما يقدر لان لو جت فيها يموت. بس بنكتشف ان كل ده الشيطان كان بيتساءل مع تانجيرو وان دي مش قوته الحقيقيه، وقام قايل له لو انت سحبت الكلام بتاعك عن موضوع الرابطه دهوت هقتلك بالراحه ومش خليك تحس بالموت. بس تانجيرو طبعا مش سحب كلامه، وده اللي خلى الشيطان يعمل عليه هجوم عشان ينهي حياته. بس في اخر لحظه نيزكو بتطلع من الصندوق بتاعها وبتتدخل وبتدافع عن تانجيرو اخوها، وده اللي خلى الشيطان يحس باحساس غريب جدا وقام قايل ايوه هي دي الرابطه الحقيقيه. وساعتها اختها قالت له طب ما انا اختك وما بينا رابطه قويه برضه. بس الشيطان قال لها احنا مفيش ما بينا اي تفاهم وما قطعها الاشلاء. وبعد كده الشيطان دوت قال لتانجيرو انت دلوقتي قدامك وسيله واحده بس عشان تعيش، سلمني اختك نيزكو وانا مش هقتلك. تانجيرو قام قايل له هو انت مجنون ولا ايه؟ هي اختي دي للبيع؟ ده انا هقطع راسك لو انت حاولت تلمسها حتى. بس بعد كده الشيطان بيفاجئنا كلنا وبنعرف ان تبع شياطين الاقمار الاثنى عشر وهو ده القمر الخامس الادنى، وده اللي خلى تانجيرو يتصدم وعرف ساعتها قوة الاقمار الاثنى عشر دول عاملة ازاي، وكان عمال يفكر يهزمه ازاي بس السيف بتاعه مكسور مش هيقدر يهزمه. بس بعد كده هو بيفكر تانجيرو بيتفاجأ ان الشيطان بياخد اخته نيزكو في ثواني، وبنعرف ان اسم الشيطان ده هو ريو. ولما تانجيرو شاف الشيطان ريو علق اخته نيزكو كده باستخدام الخيوط بتاعته هاجم على الشيطان ريو بسرعة، بس الشيطان بيقدر يوقفه. ولما تانجيرو بص فوق تلاقي اخت نيزكو متعلقة بطريقة بشعة جدا باستخدام الخيوط بتاعت ريو، والدم عمال ينزل منها وما هوش عارف يعمل اي حاجة ليها، وفي نفس الوقت هي مش عارفة تتحرك. ومن كتر قوة الشيطان قام قرب من تانجيرو وقام قايل له مش انت عاوز تقتلني؟ جرب يلا قتلني. ولما تانجيرو حاول يقطع رقبته ما هوش عارف، وساعتها الشيطان قام قايل له مش انا قلت لك مفيش امل انك تكسبني، وقام ضربة قوية جدا وطيره بعيد. ونيزكو كانت عمالة تصوت عشان اخوها، بس ريو قام قايل لها اخرسي ايتها الشيطانة الحقيرة. وده اللي خلى تانجيرو يغضب على الاخر لما تلاقي اخته كده بتتهزق وما هوش عارف يحميها. وساعتها تانجيرو قرر يهدي نفسه ويقول انا لازم احمي اختي بكل ما اوتيت من قوة. وفعلا يا اصدقائي تانجيرو بيستجمع قوته وبيستخدم اسلوب تنفس الماء وبيهجم على الشيطان ريو بكل ما اوتي من قوة، وهجم عليه باندفاع شديد جدا وقدر فعلا وبكل احترافية ان يقطع الخيوط بتاعته. بس كلنا بنتفاجأ ان الشيطان ريو بيقول لتانجيرو هو انت مفكر ان دي قوتي الحقيقية؟ فن دم الشياطين قفص الخيوط القاطعة. وفجأة بنتفاجأ ان الخيوط بتاعت الشيطان ريو بتتحول للون الاحمر، وبعد كده الخيوط دهيت حوطت تانجيرو من كافة الجهات. وساعتها تانجيرو اتأكد ان خلاص هو ميت المرة دهيت لا مفر من الهلاك، وده لانه متحوط من قفص كامل من الخيوط وما يقدرش يهرب منه. وفي هذا الوقت تانجيرو بدأ يتذكر ذكرياته وهو صغير وبيتذكر والده وبيشوف وهو بيرقص رقصة تدعى كاجورا، والرقصة دهيت بتعتمد بشكل اساسي على تقنية التنفس الناري. وساعتها يا اصدقائي تانجيرو قرر يستخدم هذه التقنية في مواجهة الشيطان ريو. وفجأة بالله تانجيرو بيقول هينو كامي كاجورا، وبنعرف ان هو ده اسلوب التنفس الناري اللي ابوه كان بيستخدمه في القتال. وفجأة بالله تانجيرو بيندفع باتجاه الشيطان ريو بطاقة وقوة جبارة جدا، وده اللي خلى الشيطان ريو خاف ويبدأ يدافع. بس تانجيرو كان بيهاجم بوحشية وقدر فعلا ان يقطع الخيوط الحمراء بتاعته. وفعلا يا اصدقائي تانجيرو قدر يقطع كل الخيوط ووصل للشيطان ريو. بس الشيطان ريو عمل حركة اخيرة وطلع خيوط حمراء اكثر واكثر عشان يقدر يقتل تانجيرو، وده اللي خلى تانجيرو يفكر ان هيموت خلاص، وقام قايل حتى لو هموت هقتلك معايا ايها الشيطان ريو. وفي نفس الوقت دهوت نيزكو اخت تانجيرو شافت مامته وهي بتقول لها انقذي اخوك يا نيزكو، وده اللي خلى نيزكو تقول فن دم الشياطين
الدماء المتفجرة. وإذ فجأة كمية كبيرة جدا من الدماء المتفجرة بتروح باتجاه الشيطان ريو، وده اللي خلى تانجيرو يستغل التشتت بتاع ريو بسبب الدماء المتفجرة وحاول انه يقطع راسه، بس راس ريو كانت صلبة على تانجيرو. بس ساعتها تانجيرو خلى الدماء المتفجرة بتاعت نيزوكو تيجي على السيف بتاعه، وبفضل الدماء المتفجرة دهيت قدر يقطع راس ريو. يخرب بيت العظمة اللي انا شايفها، تانجيرو قدر يهزم واحد من ال 12 كيزوكي، وتانجيرو ساعتها قام واقع على الارض وكان بيتألم من كتر الوجع. التقنية الجديدة بتاعت هينوكامي كاجورا استنفذت كل طاقته وجسمه كان بيتألم منها. بس إذ فجأة تانجيرو تفاجأ ان ريحة الشيطان لسه موجودة وانه لسه ما ماتش، وده اللي خلى تانجيرو يتصدم ازاي ده قطع راسه. واتضح ان الشيطان قطع راسه باستخدام الخيوط بتاعته قبل ما تانجيرو يقطع راسه عشان مش يقتله. وطبعا تانجيرو ما كانش عارف يتصرف في موقف زي دوت ازاي، لان ما عادش معاه اي طاقة عشان يقاتل بيها. وساعتها الشيطان ريو قايل فن دم الشياطين سلة العين القاتلة، وقام هاجم تانجيرو بمجموعة كبيرة جدا من الخيوط يا اصدقائي. وساعتها تانجيرو استسلم للموت خلاص. بس فجأة وفي اخر لحظة الهشيرة جاي وبيجي وبيتدخل وبيقطع الحبال اللي بتحيط تانجيرو وبيقطع راس الشيطان ريو في نفس الوقت. هي دي قوة الهشرة الحقيقية ولا بلاش؟ وفي هذا الوقت الهشرة الاخرى واللي اسمها شينوبو كانت بتهاجم الفرد الاخير من عائلة العناكب وقدرت تقضي عليه. وبعد كده جه راح عند تانجيرو وهو اصلا ما كانش فاكره من الاساس، لكن لما شاف نيزوكو واخته تذكره. بس بعد كده الهشيرة شينوبو بتنقض عليهم بسرعة خيالية، وطبعا هي بتهاجم نيزوكو لانها مفكرة انها شيطانة وحشة، بس جه ودافع عنهم. وده اللي خلى شينوبو تقول له دي شيطانة انت بتدافع عنها ليه؟ بس جه ما ردش عليها وما قال له خد اختك واهرب. وساعتها شينوبو قالت له انت كده جه بتخالف قوانين فايلق قتلة الشياطين. وفضلت هذه المناوشات مستمرة لحد لما غراب بتاع فايلق قتلة الشياطين بيجي وبيأمرهم كلهم انهم يعتقلوا تانجيرو واخته ويرجعهم لمقر فايلق لغاية لما يحسموا الامر هناك. وفعلا بياخدوهم كلهم ومعاهم كمان زينيتسو وإنوسكي، وبيوصلوا هناك وتانجيرو بيفتح عينيه بيلاقي مجموعة من الهشيرة واقفة قدامه. وتانجيرو اتصدم لما تلاقي نفسه في مقر فايلق قتلة الشياطين. وبنعرف ان الهشيرة كلهم كانوا رافضين علاقة تانجيرو بنيزوكو وبيقولوا لازم نيزوكو تموت، ما ينفعش واحد يصاحب الشيطان وما فيش حاجة اسمها شيطانة كويسة، ما عدا طبعا الهشيرة جاي هو الوحيد اللي في صفهم. بس بعد كده هشيرة رياح بيجي وبيمسك الصندوق اللي فيه نيزوكو، وبعد كده بنلاقيه بيتصرف بتهور وبيقرر يطعن نيزوكو باستخدام السيف بتاعه، وفعلا بيعمل كده. وده اللي خلى تانجيرو يغضب على الاخر وقام قايل اي حد يحاول يأذي اختي هقتله حتى لو كان من الهشيرة. وفعلا يا اصدقائي تانجيرو نط على هشيرة رياح وقام نطحه في دماغه. وفي اللحظة دهيت بيتدخل قائد فايلق قتلة الشياطين، والظاهر كده ان عنده مرض وتعبان. بيوصلوا كلهم بينحنوا له احتراما ليه. المهم بدأ يتكلم معاهم والهشرة كلهم قالوا له احنا مش موافقين، لازم نسكت موت، مفيش حاجة اسمها شيطانة كويسة. بس بعد كده رئيس فايلق قتلة الشياطين قال لهم انا في رسالة جات لي من اوروكا داكي مدرب تانجيرو، والرسالة بتقول شهادة مني ان نيزوكو فضل سنتين ما اذتش اي حد ولا اكلت بشري، واسمحوا لتانجيرو ان يرافق اخته نيزوكو لان بفضل قوتها العقلية قدرت تقاوم غرزتها الشيطانية طول المدة دهيت. وفي حالة حدوث عكس ذلك وقامت نيزوكو بإيذاء أي شخص بشري سأقوم أنا كل من جايا وتانجيرو بتقطيع أنفسنا تكفيرا عن ذنبنا هذا. وخلصت الرسالة على كده. بس هشيرة رياح ما كانش مقتنع وقام واخد الصندوق اللي فيه نيزوكو وقام قال له أنا هثبت لكم إنها شيطانة وحشة، وقام معور نفسه عشان يثير الشهوة بتاعتها بتاعت الدم ويخليها تاكله. بس نيزوكو دورت وشها وغمضت عينيها وقدرت تتحكم في الغريزة بتاعتها، ولهذا قام القائد بالسماح لتانجيرو بمرافقة أخته نيزوكو. وبعد كده تانجيرو راح عشان يتعالج، وساعتها بيلاقي إينوسكي وزينيتسو موجودين هما كمان وبيتعالجوا. وساعتها تانجيرو فرح جدا إن إينوسكي كان كويس لأن كان مفكره مات. وفضلوا في المقر دهوت فترة إلى أن يستعيدوا العافية بتاعتهم تماما. وفي هذه اللحظات وصل خبر موت
القمر الأدنى الخامس لموزانكي بوتسجي، وساعتها جمع كل الأقمار الدنيا وقال لهم ازاي ده يحصل؟ انتم الأقمار الدنيا مفيش منكم أي فايدة، الأقمار العليا بتعمل دايما المهمات بتاعتها بكفاءة ومفيش أي حد منهم اتعزل، أما انتم ضعفاء جدا. وساعتها يا أصدقائي بدأ يعاقب فيهم واحد تلو الآخر وبيقضي عليهم، وقضى عليهم كلهم وما عادش فاضل غير واحد بس، القمر الأدنى الأول. وساعتها الشخص دهوت فضل يقول كلام حلو جدا لموزانكي بوتسجي، وقال له على فكرة أنا مش زعلان إنك هتقتلني، ده أنا فرحان إن أنا أموت على إيد واحد زيك. وده اللي خلى موزانكي بوتسجي يعجب بالكلام بتاعه ويديله قرعة زيادة عشان يبقى قم الأول أضعاف مضاعفة، وقرر إنه يسامحه ومش يقتله. وساعتها موزان وصف له شكل تانجيرو وقام قايل له أنا عاوزك تقتل لي قاتل الشياطين دهوت. نيجي بقى لتانجيرو وباقي أصدقائه واللي بياخدوا سيوف جديدة غير اللي اتكسرت، وبيتدربوا على تدريبات إضافية عشان مهاراتهم تبقى أقوى من الأول. وبعد كده بتجيلهم مهمتهم الجديدة وهي التحقيق في قطار يدعى موجن، واللي بيتقتل عليه ناس كتير وبيتاكلوا من قبل الشياطين، وفعلا بيروحوا هناك. وكمان موجود معاهم هاشيرا اللهب واللي اسمه كاجيرو رينجاكو. وتانجيرو كان فرحان إن هاشيرا اللهب موجود معاه في المهمة دهيت، بس للأسف تانجيرو مش عارف مين اللي كان واقف فوق قطار موجن دهوت، القمر الأدنى الأول اللي موزانكي بوتسجي اداله جرعة زيادة من دمه عشان يبقى قم الأول ويقتل تانجيرو. شكلها كده هتبقى مجزرة.